السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم الصحة واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فيديو مفعم بالطاقة، مليان كده انرجي ومليان كده بهجة. جوزي لقيته تعبان ومش قادر، وبقى جايله دور برد ومش قادر يتحرك من السرير. قلت لا، يبقى لازم فوسفور. لازم كده اظبط له كده اكلة حلوة ترم عظمه، وبلاش بقى شوربات وكلام ومش عارفة ايه. يلا ندخل على طول على الجمبري، واحنا لسه بقى هنجيب شوربة وهنجيب لحمة؟ لا، خلينا في الحاجة اللي على طول تزهر كده وتخرج بقى العيا والتعب ده. يلا بينا. زي ما انتم شايفين جبت عندي كده جمبري جامبو، وكمان جبت سمك قاروص. زي ما انتم شايفين السمك ده سمك قاروص، انا فتحته ونضفته وتبلته عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. وجبت كمان كابوريا نتي كده مبطرخة. بصوا شكلها بقى وجمالها، بصوا كنت بلعب بيها بقى عامله شبه الاطفال بالظبط. حلوه جدا جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله كانت مبطرخه وحلوه قوي. جبت سمك بولتي، بس البولتي ده انا مش هعمله طبعا، ابدا 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 يعني. مش هينفع مع الاكله دي، فعملت القاروص والجمبري والكابوريا. زي ما انتم شايفين الاتنين بياخدوا نفس التوابل. جبت كده كام بصلة حلوين وقطعتهم كده شرايح كبيرة عادي خالص، عشان مش هاخد مية الكابوريا. ولكن الجمبري انا بقطعها قطع كده صغيرة عالية. هيبقى اول حاجة كده حاطين عليهم الاتنين هو البصل. بعد البصل على طول ما قطعناه كده قطع صغيرة كده وظبطنا الدنيا، رحنا على طول حطينا قرن فلفل برضو على الناحيتين. في الناحيتين كده قطعت برضو قرن فلفل. عندك فصين توم حطي. وبعد كده اخدت بقى طماطمايه قطعتها قطع صغننه زي السلطه بالظبط على الجمبري، وبقيتها حطيتها على الكابوريا، لان زي ما انا قلت لكم مش محتاجه الكابوريا ان احنا ناخده الشوربة بتاعتها. اهم حاجة نظبط شوربة الجمبري. اخدت بقى البهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة. والاحسن بقى عشان تخلي الشوربة بتاعتك بقى تنوري كده لما تشربيها، جوزة الطيب. يا سلام، جمبري وجوزة الطيب في حاجة واحدة، ده احنا نجري على الجيم على طول. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، رحت بشر عليها جوز الطيب كده نص بلحة حلوة كده، وظبطتها خالص. ويلا بينا نحطهم على النار. حطيتهم على النار، بتحطيهم على النار عالية وتنططيهم كده، يعني تمسكي الحلة من ايديها الاتنين وتفضلي تنططيها اللي فوق تحت لغاية ما تظبط معاكي واللون يتغير. اول ما اللون يتغير للكابوريا والجمبري، تروحي على طول مالية الكاتل عندك مية سخنة، وتنزلي بقى دي الشوربة بتاعتك خلاص وتكون جاهزة. عندك بقى فص كزبرة، عندك اي حاجة اللي انت عايزاه حطيه. يعني انت عندك بعد ما تستوى خالص، عندك مثلا كزبرة، عندك بقدونس. يعني ايه نحطوها كده، ايه نزينوا بيها الشوربة بتاعتنا الجميلة الحلوة القطوطة دي. بس كده متاخدش اي حاجة، وغطيت عليهم خلاص. لعلمكم الجمبري بياخدش غير 10 دقايق بس على النار، بحيث ان الشرب بس بتاعته كده، الخضار اللي احنا حاطينه يستوى كده ويدوب معاها. وبس كده بندفع عليه عشان خاطر ما يشدش. والكابوريا متاخدش سوا نهائي، يعني بالظبط 10 دقايق و10 دقايق، ربع ساعة بالكتير خالص للكابوريا و10 دقايق للجمبري، ما تزوديش عن كده. تعالوا بقى نعمل شوية رز تحفة تحفة تحفة، أسرار المحلات. المحلات بيحط لك بصل كتير. اخدنا كده بصلتين 3 بصلات كبار كده حلوين، وقطعناهم قطع صغيره. حطيت ملح وفلفل وشويه كزبره. شويه كزبره حلوين يعني. ونتفة كمون بسيطه. عندك شويه قرفه، حطي شويه قرفه. بس هي دي البهارات. معلقه سمنه بلدي كده بقى محترمه، وحطي عليها شويه زيت جوان. شايفين بقى السمنه البلدي وترميلتها جامده جامده جموده يعني. معلقة سمنة بلدي كده، وحطيت شوية زيت محترمين. هي بياخد كمية زيت حلوة وبياخد كمية سمنة. حطيتها على النار لغاية ما اللون بتاعها اغماء تماما، يعني اغماء يعني ايه قبل ما يتحرق بشوية. وخلاص بنبقى لحقناه على طول.
وبقطع عليه او ببشر عليه طماطمايه بعد ما اللون يغمق خالص، ببشر عليه طماطمايه واقلب فيها البصله كويس قوي عشان النور قطع في المقطع ده. وبعد كده بنزل بالرز وبملحه وخلاص، يا حلاوه يا حلاوه بقى، وانزلي بالميه السخنه وغطي الرز بتاعك وسيبيه يتشرب على نار هاديه. دلوقتي بقى انا خلاص قليت السمك القاروص بتاعي زي ما انتوا شايفين. طبعا انا وجوزي بس، فكل واحد سمكية حلوة، سمكية ملظلظة كده، والدنيا ايه زي الفل في وسط الغلا اللي احنا فيه ده. والكابوريا بقى مش قادرة اقول لكم، بصوا يعني كانت طعمها تحفة خطير. شايفين بقى البهاريز بتاعت الشوربة دي؟ يا سلام يا سلام. يبقى برد بقى، يبقى ليه حق يبرد تاني بقى ولا يتعب تاني؟ لا. عملنا بقى شوية شوربة الحمد لله. يعني زي العسل، كانوا زي العسل. صفتها بس خالص عشان خاطر ما تأذيش حد. سلام بقى فص ليمون كده، وبصوا الجمبري وجماله، يا حلاوة يا حلاوة. شايفين بقى القمر؟ تحفة. انا عايزة اوريكم بقى لون الرز وتقولوا لي ايه رأيكم في لون الرز التحفة ده. بالظبط لون المحلات. طعم رهيب. سنة القرفة اللي انا حطيتها له رهيبة رهيبة رهيبة. كان بيتاكل حيف كده من غير اي حاجة. طبعا شوية سلطة، شوية طحينة، شوية بطاطس، اللي انت عايزاه. دلعي اكلك ودلعي سفرتك، وتنفع طبعا لعزومات رمضان. بجد تحفة. يا رب ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. أكلة حلوة وظريفة وخفيفة ومخدتش وقت. في ناس لسه ما بتعرفش تسلق الجمبري والكابوريا. احنا قلنا بس الطريقة والمقادير سهلة ومفيش أي حاجة، وإن شاء الله يكون الفيديو سهل وخفيف عليكم. بحبكم جدا في الله. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله استنوني في الفيديو الجاي بإذن الله. فيديو قوي جدا وهيعجبكم جدا جدا بإذن الله. وأي حد محتاج أي حاجة في الكومنتات يكلمني. ويا ريت لو في أي وصفات عايزينها برضو تحت أمركم في أي وقت. وإن شاء الله يا رب كده ربنا يجعل أيامنا كلها خير وبركة وسعادة من عند ربنا، ويملاها بركة يا رب بإذن الله. احنا كلنا كده وبيوت المسلمين جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.